انا النهارده هقول لا، لان انا مقتنع ان لا هتخلي المسافه اقصر، يعني الوقت هيبقى اقصر. يعني الناس اللي بيقولوا نعم متخيلين ان احنا هيبقى عندنا وقت اقل، بالعكس احنا دلوقتي لما هنقول نعم هنضطر نعمل برلمانين واثنين انتخاب رئاسه، فدول هيبقوا 4 هياخدوا وقت اطول كتير. انما لا هتسمح لنا ان احنا نقدر ان احنا نخلص بسرعه، الجيش يرجع على الجبهه تاني، يجيب البرلمان بتاعنا صح على دستور صح، دستور جديد مفيهوش ترقيع، ونقدر ان احنا نتلافى ان احنا يبقى عندنا مجلس جاي ورئيس جاي بالدستور اللي احنا كلنا بنكرهه. حضرتك متوقع ايه نسبه التصويت هتبقى؟ انا مش متوقع اللي بيحصل ده ولا ماتش كوره. يعني لو مصر بتلعب في كاس العالم في النهائي، انا رحت 4 مدارس، الاول امل ان انا الاقي منهم واحده فاضيه، يعني قلت ايه اول واحده صدفه انها زحمه، والثانيه والثالثه والرابعه، ولكن كل المدارس زحمه، كل المدارس فيها اقبال. ده المهم، ده اهم من ان الناس تقول نعم او تقول لا، ان الناس تبقى موجوده كتير. طب ايه حضرتك التنظيم النهارده؟ كنا محتاجين خطوه اكتر، كنا محتاجين الاستفتاء ده يتعمل في ايام اطول. ايه المشكله انه يتعمل في يومين او 3؟ ليه لازم نكربس الناس كلها في وقت واحد؟ هو لغايه الساعه 5 يقدر يستوعب ال 80. يعني انت واضح ان كان الناس يعني نسبه لا ما حدش عارف، لا انت ما تقدرش تعرف. طب بعض كنا عرفنا ان مثلا بعض القيادات يعني معظمهم بيقولوا لا، ونزل اعلان مثلا في بعض الجرايد بيقولوا هم احرار، كل واحد حر، كل واحد شايف. على فكره الاثنين هيوصلونا لنتيجه واحده في الاخر، يعني الاثنين هيوصلوا لنتيجه واحده، ان احنا نعمل دستور في الاخر. بس انا اللي اقصر، انا بقول لا علشان اللا دي هتخلينا نعمل دستور اسرع ونجيب برلمان احسن ورئيس احسن، وكلهم مش بالدستور القديم بتاعنا، هنعمله بالدستور الجديد اللي احنا عايزينه. نحط الشروط اللي احنا عايزينها، نجيب برلمان كويس، نحط الشروط اللي احنا عايزينها، نجيب رئيس كويس. رايك نقول لا؟ صح يا شباب، شكرا.